تخيل ان انت فين قاعد في مدينه لوحدك. تعرف تعيش في مدينه لوحدك؟ ايه؟ بص يا باشا، لو انت عندك الاول يعني انت مثلا صحيت الصبح الساعه 7 نزلت تمام، ركبت عربيتك تمام، طبعا عندك عربيه بي دبليو بقى فاهم. طيب هتبدا تشغل المفتاح تمام، طبعا هتصبر عليها لما ايه تسخن شويه تبدا تتحرك. زمن الرحله بتاعك كده كام؟ من اول ما دورت ولا؟ من اول ما دورت ومشيت يعني كان صفر صح؟ خلاص كان عندك زمان المهم بيساوي صفر. طب كان سرعتك الابتدائيه اللي انت بدات بيها الحركه كام؟ 1. لا بصفر. سرعتك الابتدائيه كام؟ اللي اسمها عين صفر يساوي صفر صح؟ كنت عامل مسافه كام؟ كل ده عند مش عامل حاجه خالص صح؟ كل عند البدايه. اذا بقى عربيه خبطتك من ورا، بس انت عايش في المدينه لوحدك مفيش حاجه تخبطك يعني فاهم؟ فلو انت عربيه خبطتك من ورا بسرعه تاخد سرعتها وتمشي بيها صح؟ طب انت دلوقتي مثلا انت مش ساكن على اول الشارع، انت ساكن في مكان جوه يعني مثلا ايه زي شارع كده، وهتبدا ايه تعمل ايه؟ تسرع الحركه بتاعتك عشان تبدا تزيد صح؟ طب بعد ما انت دلوقتي هتعمل ايه؟ تخيل ان انت سرعتك كانت بصفر، بعد كده بقيت 10 20 30 40، ايه اللي بيحصل؟ السرعه بتاعتك بتزيد تزيد تزيد تزيد. دي اسمها العجله بقى. العجله هي معدل تغير السرعه. السرعه بتزيد معاك. المقدار الثابت في السرعه ده هو ده العجله المنتظمه تمام. دي لما تكون عجله منتظمه يبقى مثلا ايه تقريبا 10 20 30 40 لغايه لما توصل لغايه اول الشارع. تعتبر ان من اول بيت لغايه اول الشارع ده ايه؟ ده رحله لوحدها. هتوصل لسرعه معينه هتثبت عليها بعد كده، وليكن مثلا ثبت على 70 مثلا يعني انت فضلت تعلى بالسرعه بتاعتك تعلى 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 لغايه لما وصلت للسرعه النهائيه مثلا 70 كيلو في الساعه مثلا تمام. طبعا انت خدت مثلا دقيقه مثلا على ما طلعت دقيقتين، يبقى اسمه ايه؟ اللي هو النون واحد اللي هو الزمن الرحله الاولى تمام كده. طبعا قطعت مسافه واحد وهكذا تمام. طيب دي كده مرحله. اول حاجه انا بينت لك ايه؟ ان العجله هنا ايه؟ بتساوي مقدار ثابت صح؟ رقم بس رقم موجب. ليه رقم موجب؟ عشان السرعه بتزيد صح كده؟ السرعه بتزيد يبقى انت العجله بتاعتك رقم موجب. عارفين المطلقات الحسابيه؟ عارفين الدال؟ هي دي الرقم اللي بيزيد بيه. خلاص كده؟ تمام؟ فاهم؟ طيب ساعتك بقى انت تتخيل انت ايه؟ تخيل انت الطريق ده فاضي وانت لوحدك، مفيش حد على الطريق، مفيش عسكري مرور، مفيش حاجه خالص تمام؟ ومفيش احتكاك، مفيش حاجه خالص تمام؟ وسرعتك ثابته. ورحت انت ماشي بالسرعه بتاعتك دي المسافه دي كلها لا بتزود ولا بتقل. هو انت ظابط البتاع كده وماسك الدركسيون، لا تيجي يمين ولا شمال ولا عجله يمين ولا عجله شمال، هو انت على طول. دي تبقى السرعه ايه؟ ثابته. العجله هنا بكام بقى؟ العجله كام يا ندى؟ العجله كده ثابته. العجله صفر لان السرعه ثابته. السرعه ثابته. السرعه ثابته. العجله صفر. عشان ما اجي اقول لواحد السرعه العجله ثابته يقول لي السرعه العجله، اقول له العجله ثابته يقول لي العجله صفر. يا ابني العجله ثابته. يقول لي العجله صفر. طب يا حبيبي لا ما ينفعش. السرعه ثابته مفيش لا بتزيد ولا بتقل. اصلا العجله عباره عن ايه؟ العجله هي معدل تغير السرعه. لما السرعه ثابته يبقى مفيش لا بتزيد ولا بتقل، يبقى العجله ايه؟ ثابته تمام. يبقى العجله هنا كام؟ بتزيد. هنا بقى السرعه هتساوي مسافه على الزمن بس في الحاله دي بس. حالة السرعة ثابتة. الحالة الأولى والثانية هناخد لها معادلات الحركة بتاعت نيوتن دلوقتي. ماشي؟ تخيل أنت بقى وصلت لآخر إيه؟ آخر الطريق بقى. وصلت الطريق وهتخش مكان شغلك. طبعا شغلك برضه تخليه في شارع جانبي. هتبدأ تعمل إيه؟ تبدأ تهدي. في المرحلة الأخيرة دي سرعتك الابتدائية هي نفسها السرعة اللي أنت كنت ماشي بيها. ما أنت هي سرعة كبيرة قوي تمام؟ ورحت بدأت تدوس فرامل بقى أو تهدي. فانت كنت ماشي بسرعه كبيره جدا وبدات تهدي. هتبقى سرعتك النهائيه اللي هي توصل بيها بكام؟ بصفر. الاخيره السرعه النهائيه. انما انت عمال ايه؟ تهدي. طبعا انت بتهدي يبقى العجله رقم ثابت، بس انا متخيل ان انت ثابت. ها انت متخيل انت بتنقص بالتدريج تمام؟ بس ايه؟ رقم ثابت. انت مثلا ماشي على 70 بقت 60 50 40 30 20 10 0 تمام؟ طبعا ده له زمن لوحده. وده طبعا هنا برضه نون 2 نون 3. طبعا في مسافه هنا مسافه 2
هي مثلا نوت 3 وشوف انت احسب بقى ايه، شوف وفر منين. ده فهمتوا يعني ايه عجله ويعني ايه سرعه؟ طيب اول حاجه السرعه هي السرعه؟ هي معدل تغير المسافه بالنسبه للزمن. يعني ايه معدل؟ يعني ايه معدل؟ بص يا باشا، معدل يعني حاجه بتزيد. كلمه معدل يعني حاجه بتتغير، تمام؟ بس بتتغير بانتظام. انا عمال ماشي كده، تمام؟ ومعدل ثابت، صح؟ مثلا ايه وليكن رجلي مثلا بتفتح مثلا وليكن متر مثلا يعني مفيش حد يجيب متر طبعا، بس متر في الثانيه. خلاص انا ماشي بمتر في الثانيه. انا متوقع لو قلت لي بعد 10 متر هقول لك خلاص انت في 10 ثواني. ده دقه عاليه جدا، تمام؟ احنا غالبا بنتعامل بالدقه العاليه دي، طبعا في الحقيقه مش موجوده كده بالظبط. المهم ما علينا، انت كده ده اسمه معدل، بمشي برقم ثابت، تمام؟ معدل تغير الازاحه بالنسبه للزمن. يعني 10 كيلو في الساعه، يعني انت في الساعه الواحده تمشي 10 كيلو. هو كده اللي هي السرعه اللي هي معدل تغير المسافه او الازاحه. خليها المسافه افضل بالنسبه للزمن عشان في فرق بين المسافه والازاحه. كلمه بالنسبه دي يعني مقام، تمام؟ قال لك السرعه وحدتها ايه بقى؟ كيلو متر على الساعه او متر على الثانيه او كيلو متر على الدقيقه. المهم ان هي وحده مسافه على وحده زمن. يقول لك معدل تغير المسافه بالنسبه للزمن، صح؟ العجله معدل تغير السرعه بالنسبه للزمن. طب بص يا باشا، هي سرعه هي مسافه بالنسبه للزمن، او السرعه كانت وحدتها كده، صح؟ انا بقى بقول لك سرعه بالنسبه للزمن. هي السرعه عامه وحده مسافه على وحده زمن. السرعه على زمن كمان يبقى زمن تربيع. مثلا ايه مثلا كيلو متر على الساعه، صح؟ يبقى كيلو متر على الساعه على الساعه، على الساعه تربيع، او متر على الثانيه تربيع. وغالبا بنحب المتر على الثانيه تربيع في العجل، اللي هي وحده مسافه على وحده زمن تربيع. خلاص كده؟ تمام؟ انواع العجله مختلف طبعا. لو قلت لك سرعه منتظمه يبقى العجله بكام؟ لو قلت لك سرعه ثابته، لو سرعه منتظمه طبعا صفر، صح؟ لو السرعه بتزيد بمعدل او بتقل بمعدل يبقى العجله رقم ثابت، يبقى العجله منتظمه، رقم متر او ثابت. في بقى اللي هي العجله المتغيره، يقول لك مثلا ايه العجله ج بتساوي 2 نون مثلا، تعتمد على الزمن.